في صورة قديمة ليكي بتحسي إن هي بتحكي حكاية محدش يعرفها. بُص والله هو لسه أصلًا هاقول لك، هو في صورة بتحكي حكاية مش ما حدش يعرفها، أنا ما أعرفهاش، دي حاجة هاقول لك أفهّمك، عشان الموضوع ده لسه حاصل قريب، أنا كنت عند الtherapist بتاعتي، فكانت بتعمل لي حاجة كده اللي هو timeline therapy إن هي كانت طالبة مني إن أنا أكتب آمم، عن ياسمين في كل 7 سنين من حياتها، يعني أول 7 سنين دي مرحلة أكتب عنها، تاني 7 سنين، تالت 7 سنين لحد دلوقتي. ففي حقبة كده، في 7 سنين كده أنا مش فاكراها تمامًا، مش فاكرة شكل ياسمين، مش فاكرة مشاعرها، مش فاكراها disconnected. أنا اللي فاهماه إنه أحيانًا العقل أنت طبعًا ما فيش حاجة بتنساها، كله متخزن في اللاواعي، بس أحيانًا العقل عشان يحميك من الpain أو الألم من مرحلة معينة أو من حاجة معينة، بيخلّيك تنساها، تبقى disconnected عن الشعور بتاعها عشان يحميك من الألم. آآ أنا أعتقد إنه ده السبب يعني، بس فعلًا في فترة مش شايفاها، مش شايفة ياسمين. بعدها بقى على طول لقيت أخويا باعت لي صورة لاقاها كده ليّا في الفترة دي، أنا فعلًا بابُص لها لسه والله لسه مبعوتة لي، بابُص لها أنت بتقول بتحكي حاجة ما حدش عارفها، أنا فعلًا مش عارفة الفترة دي إحنا ممكن ناخد الصورة دي نحطها في الفيديو كده وإحنا بنسأل السؤال. معفنة والله العظيم. استنى والله طب هاوريها لك عشان لسه مبعوتة لي. أفتحها أوريها والله. ماشي. أوريها لك؟ أوريها لك أنت؟ ماشي، عشان هي معفنة فعلًا. و ومش فاكرة مين دي وإيه شعورها وأفكارها، وكانت إيه احتياجاتها. ده أنت بس دلوقتي ماشي. أنا اللي فوق، اللي فاتحة مدافعين بيّا اللي فوق، ده بجد مين دي بجد. لأ مش هنعرضها خلاص، إيه؟ مش هنعرضها خلاص. مش هنعرضها. بس فدي صورة بتحكي حكاية أنا ما أعرفهاش الصراحة، إن شاء الله هابحث وهdig deep وهاعرف يعني.